السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة فكر معي. نقدم لكم 9 أطعمة لا تنتهي فترة صلاحيتها ولا تفسد أبدا. المواد الغذائية يجب الاحتفاظ بها بشكل جيد، فالكثير منها يفسد وتنتهي صلاحيته، فالبكتيريا تحلل وتفسد المواد الغذائية وخصوصا الرطبة منها. ولكن هل تصدق وجود مواد غذائية لا تنتهي مدة صلاحيتها ولو بقيت مئات السنين؟ طبعا هي بالنهاية سوف تفسد، ولكن مقارنة مع غيرها من الأطعمة هي تستمر لمئات وعشرات السنين إذا حفظت بشكل جيد ولم تتعرض للهواء. فإليك 9 أطعمة لا تنتهي فترة صلاحيتها ولا تفسد أبدا. وقبل أن نبدأ في هذه المواد أرجو منكم الاشتراك والإعجاب إن أعجبكم موضوع الفيديو طبعا، والنقر على رمز الجرس ليصلك إشعار بإصدار الفيديوهات الجديدة. وأرجو منكم المشاركة في التصويت على الفيديوهين السابقين بعنوان أي اللباس العربي التقليدي أجمل، فزوروا صفحة القناة وشاهدوا هذه الفيديوهات، وشكرا لكم. 9 أطعمة لا تنتهي فترة صلاحيتها ولا تفسد أبدا. أولا العسل لا يفقد صلاحيته أبدا، ولكن يتغير لونه فقط ويبقى محتفظا بخصائصه مهما طال الزمن. ومن المدهش أنه تم العثور على كميات عسل في تابوت فرعوني وضع فيه العسل لحفظ جثة طفل صغير يقدر عمر هذا العسل بأكثر من 3000 سنة. ثانيا السكر لا يفسد أبدا، لأن السكر لا تتكون فيه البكتيريا ولكن يتحجر ويصبح مثل الحجارة، فإذا حفظ السكر في وعاء مغلق من الزجاج ربما يعيش مئات السنين. ثالثا حبات الفاصولياء لا تفسد الفاصولياء مهما طال الزمن، ولكن إذا طال الزمن بها فإنها تحتاج لفترات أطول لتنضج. ولكن الفاصوليا ولو كانت منذ مئات السنين فإنها لا تفسد أبدا. وقد عثر في كهف جويتا ريرو في البيرو على مجموعة من حبوب الفاصولياء يقدر عمرها أكثر من 2000 سنة، فتأمل يرعاك الله. رابعا الأرز الأبيض أيضا من المواد الغذائية التي لا تنتهي فترة صلاحيتها مهما طال الزمن، طبعا باستثناء الأرز البني لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت والتي تسبب تعفنه. فإذا حفظ الأرز الأبيض في أوعية محكمة الإغلاق فإنه يعيش لمئات السنين. وقد عثر في الصين على كمية من الأرز بالقرب من مصب نهر اليانغتسي بالقرب من مدينة شنغهاي. قام باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين بدراسة هذه الحبات، وقد قدروا عمرها بأكثر من 9000 سنة. خامسا الملح، كل أنواع الملح صالحة للاستخدام مدى الحياة، سواء كان ملح مائدة أو ملح البحر، فهي لا تفسد مع الزمن. وقد عثر على كميات من الملح في المقابر الفرعونية لتوت عنخ آمون عمرها أكثر من 3000 سنة. سادسا القمح من نعم الله تعالى في الأرض التي لا تقدر بثمن، وهذا القمح الذي يعتبر أهم مادة في حياة البشر لا يفسد أبدا إذا حفظ مع قشوره، فالقمح لا يفسد أبدا إذا حفظ بطريقة جيدة. ففي صيدا اللبنانية تم العثور على مخازن للقمح تعود لل1000 قبل الميلاد، أي تعود للحضارة الفينيقية، وهذه المخازن تحتوي على كميات من حبات القمح مع قشرها. سابعا الخل إذا حفظ بأوعية زجاجية فإنه يبقى على حاله مهما طال الزمن، فهو أيضا من المواد التي لا تفسد مدة صلاحيتها، ولكن إن حفظ الخل بأوعية معدنية فإنه سيتفاعل مع المادة المعدنية ويتسبب ذلك في فساده. ثامنا الفول المجفف،
أكدت دراسة صادرة عن جامعة أمريكية أن الاحتفاظ بالفول المجفف لعشرات السنين لا يؤثر عليه مثل الكثير من البقوليات الجافة كالحمص والفاصولياء وفول الصويا. تاسعا، دقيق الذرة. يمكن أن يبقى دقيق الذرة لعشرات السنين دون أن يفسد ويبقى محافظا على خصائصه بشرط أن يحفظ في مكان جاف وبارد ومغلف بشكل جيد. وفي النهاية أرجو أن تعجبكم فكرة هذا الفيديو، فإن أعجبتكم اضغط إعجاب واشترك ليصلك كل جديد. دعمكم طريق استمرارنا. زوروا قناة فكر معي وشاهدوا المواد التي فيها، فإن أعجبك شيء ووجدت فيه فائدة فشاركه مع الغير. شكرا لكم. قناة فكر معي تحييكم.